بموت فيك يا محمد. ثقة في الله. شاركت الفنانة نوال الزغبي والفنان محمد رمضان فيديو بيجمعهم سويا، معلقة عليه: مش ممكن حد يعرفك وما يحبكش يا محمد، بجد قمة في التواضع. وده بعد تصالح الثنائي بحفل الموريكس اللي عقد مساء الأحد بدولة لبنان. واللي ما يعرفش سبب الخلاف بين الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي، فالخلاف بيبدأ إن أثناء استضافة الفنان محمد رمضان في أحد البرامج التلفزيونية وسؤاله عن مين المغنية اللبنانية اللي بتحلم إنك تعمل معاها ديو، وكان رد الفنان محمد رمضان: لسه ما اتخلقتش اللي أحلم إني أغني معاها. وعن سؤال الفنانة نوال الزغبي عن كلام محمد رمضان وهي ضيفة أيضا بأحد البرامج التلفزيونية، ردت الفنانة نوال الزغبي: مين محمد رمضان؟ معرفوش. لما احب اعمل ديو اعمل مع وائل كفوري، اعمل مع فنان كبير، لكن مين محمد رمضان انا معرفوش. ومن هنا بدأت التصريحات المتبادلة بين الطرفين اللي بيهين كل منهما الآخر، وتم إنهاء الخلاف وتصالح الطرفين محمد رمضان ونوال الزغبي بحفل الموريكس اللي أقيم مساء الأحد بلبنان، حيث طلب أحد منظمي الحفل من الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي الطلوع على المسرح وإنهاء الخلاف. وقالت نوال الزغبي موضحة سبب تصريحاتها: انت استفزتني يا محمد وعشان كده قلت ليهم مين محمد رمضان؟ معرفوش. وهو في حد ما يعرفش محمد رمضان؟ لكن انا بموت فيك وبحبك وانت فنان قدير بجد. وعلق محمد رمضان قائلا: يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان في سؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معاها ديو، وبتحلم دي كلمة كبيرة. وأضاف محمد رمضان: احنا حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكتر بلد أسرى صناعة الفن المصرية بنجومها وفنانينها، واللي ما يحترمش الفنان اللبناني ولبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن. وكل الحب للفنانة نوال الزغبي، وانا واحد من الملايين من جمهورها ومحبينها. وتم إنهاء الخلاف بقبلات متبادلة بين الطرفين. واليوم شاركت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها معلقة عليه: مش ممكن حد يعرفك وما يحبكش يا محمد، بجد انت قمة في التواضع. ولم يعلن أحد من الطرفين عن إذا كان في عمل يجمعهم سويا أم هو مجرد فيديو بيأكد تصالح الثنائي أمام متابعينهم وتأكيدا على إنهاء الخلاف. وده كان أول خبر معانا. نيجي بقى لتاني خبر، وهو تصريحات أس أحد نجوم مسرح مصر اللي كشف من خلالها عن سلوكيات أحمد فهمي أثناء تصوير مسلسل سفاح الجيزة، حيث صرح أس أثناء استضافته في أحد البرامج وعن رأيه عن مسلسل سفاح الجيزة، وخصوصا إن هم عملوا سويا الفنان أحمد فهمي وأس من خلال فيلم مستر إكس اللي حقق نجاح كبير، واللي كان بيشارك في البطولة الفنان أحمد فهمي، الفنان بيومي فؤاد وزوجته هنا الزاهد، ومجموعة من مسرح مصر زي أس ومحمد أنور. وعن سؤال أس عن رأيه في أحمد فهمي في مسلسل سفاح الجيزة اللي عرض على منصة شاهد واللي حقق نجاح كبير، رد أس: احنا كنا بنصور فيلم مستر إكس ونفس الوقت أحمد فهمي كان بيصور سفاح الجيزة، بس أحمد كتوم ما كانش بيتكلم ولا بيقول إن بيعمل مسلسل، فكنا بنبقى قاعدين اخر النهار بنلعب مثلا كوتشينه وفجأة بنلاقيه بيبص البصة اللي هي بالجنب كده، فكلنا كنا بنستغرب وكنا بنتخض ونقول في ايه. وزاد الموضوع كمان ان فترات كان بيغيب وما كناش بنلاقيه وكان بيختفي فجأة، ولما بنسأل مدير اعماله بيقول عند الدكتور النفساني، فاحنا فعلا كنا فاكرينه مجنون، وخصوصا انه كتوم وما بيحكيش، فمثلا ما بيقولش انا كنت متقمص شخصية ولا كان عندي مشهد ولا اي حاجة، احنا فجأة بنلاقيه ساكت وبصته غريبة فكنا بنستغرب. واحمد فهمي فنان جميل وبيتقمص الشخصية بشكل جميل جدا وبشكل كبير، واحنا شفناه في فيلم العارف اللي كان اول مفاجأة بالنسبة لنا، بنشوف احمد فهمي بشكل مختلف بعيد عن الكوميدي والشخصيات الخفيفة اللي دايما بنشوف فيها احمد فهمي. فاحنا كلنا شفنا اداؤه في فيلم العارف وشفنا ازاي هو كان متقمص الدور والشخصية الاكشن والشخصية الجد اللي ما مش متعودين ان احنا نشوف فيها احمد فهمي. وفي سفاح الجيزة أحمد فهمي كان بجد أكتر من رائع، وتقمصه الدور والجدية اللي كان فيها بجد كان العمل جميل بكل اللي كان موجود في المسلسل. والمخرج هادي الباجوري بجد قدر ان هو يعمل حاجة مختلفة وقدر ان هو يحقق لنا ويطلع لنا عمل ناجح جدا. كمان كل الفنانين اللي عملوا في المسلسل كلهم كانت ادوارهم مميزة، وكلهم كان ادوارهم قدروا ان هم يطلعوا حاجة مختلفة، زي الفنان باسم سمرة وزي الفنانة حنان يوسف والفنان صلاح عبد الله، وكل اللي كانوا موجودين في المسلسل بجد قدروا ان هم يخلوا العمل عمل ناجح جدا، وكل الناس حبته بسبب التألفة والتعاون اللي كان موجود في المسلسل. وبجد ان كل واحد قدر ان هو يخرج بعيد عن شخصيته ويقدم حاجة جديدة، فده كان هو سبب ان نجاح المسلسل واللي خلاه يحقق نسبة مشاهدة عالية على منصة شاهد.